لو قلت لك ان جاد اوف وور مش لعبه اكشن غلط وانا كنت مستنيه. استنى وتقفش الفيديو. مش جاي اعمل نفسي مثقف عليك ولا اقول لك ان انت صاحب ابن اسئله المهم يعني، بس خليك معايا شويه لان اللعبه دي بالذات لو لعبتها على انها اكشن وبس هتطلع منها فاهم نص اللعبه. جاد اوف وور من الالعاب القليله اللي بتضحك عليك من اول نظره، تشوف وحوش دم وفؤوس وبطل شكله ما يعرفش يبتسم نهائيا خالص، فتقول بس اللعبه دي اكشن ونخلص عليها على طول. بس غريب ان اول حاجه في اللعبه تلعبها انك تبطلك السرعه وتجبرك تسمع قصه انسان قبل ما اشوفه يتحول لاكبر محارب. وعشان نفهم ليه الاكشن اللعبه دي مش مجرد اكشن لازم نرجع له للزمن ورا شويه. هحكي لك قصه كريتوس ببساطه كده. كلنا عارفين ان في ميثولوجيا اليونانيه في زيوس كبير الملوك، مشيها ملك ابوس ايدك مشيها ملك. زيوس ده غلط مع واحده، تمام، غلط مع واحده خالص، جاب منها كريتوس واخوه، تمام. المهم يعني ففي نبوءه بتقول ان زيوس هيتهزم على واحد عنده وشم احمر. فيصادف مين بقى اللي عنده وشم الاحمر؟ اخو كريتوس، مش كريتوس نفسه. فاتقبض على اخو كريتوس، وكريتوس كان بيحاول يحمي اخوه، ولكن في النهايه كريتوس اتاذى ورسم على نفسه وشم احمر. هو ده بقى اللي هيسقط امبراطوريه اليونان. فببساطة شديدة كريتوس بقى كبر، بقى أحد المحاربين اليونان والحاجات دي كلها. ففي مرة من المرات قعد يحارب جيش البرابرة. جيش البرابرة دولت ما كانوا كتار جدا عليهم، ما كانش قادر يهزمهم. فاستعان بملك الحرب ساعتها واللي هو إيريس. طلب منه المساعدة وباع نفسه للقوة بمساعدة إيريس واخدها، بس الثمن كان بشع. إيريس استخدمه كآلة حرب وآلة قتل حرفيا. فده اللي خلى كريتوس الصراحه يتعصب يعني منه. مش دي كمان السبب، كمان السبب كمان ان هو قال له روح يدمر معبد. فالكاهنه بتاعت المعبد قالت له لا ما دمرش المعبد لان هو هيندم عليه بعدين. لكن هو قال لها ويا حاجه وليه انا فضيلك احكم يا جاموسه. طبعا بيخش يدمر كل اللي في المعبد بالناس اللي فيه بالحاجات اللي فيه كلها. والآن مع المفاجأة. بيكتشف ان مراته وبنته كانوا جوه المعبد. تن 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 تن. فساعتها كريتوس واخد وضعيه بسمه وسمره وبيقول ده هتبقى سواد على الكل. يلا بينا. وحرفيا بقى بدأت رحلته الجديدة في الأساطير اليونانية إن هو يدمر كل الآلهة، يسقطهم كلهم عن بكرة أبيهم. وطبعا كان معاه مساعدة أثينا. وطبعا لو قلت لك إن هو استعان ببندورا عشان ياخد قوة عظيمة عشان يعرف يهزم إيريس. وكمان كان معاه سيف الفوضى. سيف الفوضى دي ما لازقة معاه، ما بتروحش في أي حتة خالص، هي موجود معاه في أي حتة. المهم بيخش على كل ملك ويقتله واحد واحد، وكل واحد بطريقة مختلفة. سربرايز مotherfucker. ده انت يومك اسود. يومك اسود. يومك اسود. تعالى ده انا عايز اموت حد دلوقتي. يعني ملك بيقتلوا بطريقه دي، ملك تاني بيقتلوا بطريقه دي. وطبعا في عواقب عشان تقتل الملك، اي ملك بيتموته في عواقب عليه. وطبعا نروح البيج بوس بتاعهم كلهم زيوس. وطبعا الحوار اللي حصل بين زيوس وكريتوس ببساطه كان كده حرفيا، يعني ده اللي انا شفتوش غير كده. كريتوس دخل على الحاج زيوس قال له يا حاج انا عايز فلوس العيديه، احنا في العيد بقى ومش عارف ايه. فقال له شخط زيك بغل عجلي مش عارف يصرف على نفسه. فكريتوس قال له طب ماشي يا حاج وما تزعلش من اللي هيحصل لك. بس طبعا ما قالوش الكلام ده ببقه، هو قال له بمناخيره الكلام ده كله. طبعا دخل معاه في صراع مع زيوس. وطبعا زيوس توقع ماذا كسب، زيوس هو اللي كسب، مع بالرغم ان كريتوس كان معاه سيف اولمبيس. ولكن رجع تاني للحياه بمساعده اثينا والهزم جه يهزم زيوس. لكن اثينا ضحت بنفسها وماتت هي. طبعا بنت غبيه اساسا ان هي ماتت وضحت بحياتها عشان زيوس. زيوس اصلا ده اكبر خنزير في الحياه. المهم في مره فبيضطر ياخد قدرات زي اخوات القدر والعمالقه والحاجات. بص ليله طويله يعني عشان اختصر عليك. دخل راوند 2 مع زيوس، تمام. وكان استعان برضه بصندوق بندور لكن لقى فاضي. المهم يعني يعرف يهزم زيوس ويقتل العملاق، وفي الاخر بيعرف ينتصر على زيوس. ده قصه كريتوس بس في اليونانيه. فانت تقول لي دلوقتي طب ما كله اكشن. الصراحه عندك حق، هو هنا في اكشن كتير جدا. لكن هنا بنشوف ان كريتوس اساسا خلاص بيموت. يعني هو بيموت، يعني هو بيموت كشخص كانسان. انت واخد بالك من محارب يوناني لحد دلوقتي بقى ملك. هو دلوقتي بقى ملك الحرب الجديد. وحرفيا بقى بدمر اليونان وتغرقها كلها في الضلمه. هو خلاص بقى الملك عليها كلها، ملك الضلمه يعني. نقول كده يعني، نقول كده ملك الضلمه. فكريتوس ساعتها ندم ندم شديد
وسافر رحلته الجديده الرحله الاسكندنافيه او يعني النرديه. تمام، عشان في الاجزاء اللي هي الاسكندنافيه مثلا راجناروك والحاجات دي كلها، فكنا كريتوس بيحاول يتحكم في غضبه. يعني مثلا قلت لك ان هي اللعبه مش اكشن، هي فعلا اللعبه مش اكشن في الاجزاء دي، مش في الاجزاء القديمه. لا، في الاجزاء القديمه الاكشن موجود ولكن كل حاجه، ولكن برضو كان على عمق القصه اكبر. كريتوس هنا بقى مش بيهرب من اعداء، هو بيهرب من نفسه، وده اللي بيخلي الجزء الجديد تقيل، مش تقيل في التحكم بس تقيل في الحركات والمشاعر اللي هيعملها. علاقه كريتوس اساسا يعني في الجزء الجديد ده اتجوز واحده اسمها في وخلف منها واحد اسمه اتريوس. تمام، اتريوس ده هو ابنه. فبنكتشف مع بعض يعني ان في آلهة برضو موجوده، ملوك في ملوك هناك. الملوك دي حرفيا بيكونوا من بتوع اسجارد، ثور واودن والناس دي كلها. فكريتوس هو اتريوس بيخلصوا على ابناء ثور ببساطه شديده، بس يعني دي القصه مختصر مفيد يعني. وساعتها هنا كريتوس بيقعد مع اتريوس شويه وبيكتشف ان ثور جاي له البيت، واودن كمان جاي له مع البيت، وهم بيعملوا خناقه لطيفه لذيذه. وكريتوس مش هيقول له ايه، مش ما تخلينيش اطلع الكلب اللي جوايا من الاخر حرفيا، لان كريتوس مش عايز يوري ابنه ان هو الوحش اللي جواه يعني. انت واخد بالك انت؟ فتلاحظ اساسا كريتوس كل مره بيحاول يتعارك مع اي حد او حتى ابنه اتريوس بيدور على اي حاجه عن قديما زمان اليونان او الملوك، هو بيحاول يخفي عنه الحقيقه دي. وطبعا كريتوس بيبقى شايف اتريوس حرفيا عيل علق، ما يعرفش يعمل اي حاجه في اي حاجه حرفيا، وحتى ما يعرفش يصلح حتى غزال. Why are you gay? وساعتها هنا بنكتشف ان كريتوس واتريوس بيقروا نبوءة ما، ونكتشف ان اتريوس هو لوكي ده اللي هو ملك الخداع والوهم والكذب والحاجات دي. تمام، فعلاقة اتريوس بكريتوس مش اضافة جانبية، دي قلب اللعبة. كريتوس مش بيحارب عشان يكسب، بيحارب عشان ابنه ما يبقاش نسخة منه. الطفل ده ضغط عليه نفسيا، كريتوس عليه اكتر من اي وحش قبله فات. ولما نشوف اعداء زي فرايا او ثور بنكتشف ان هم اصلا مش مجرد بوسس. تمام، لازم نخلص عشان نفتح باب جديد اللي بعده. المهم يعني كريتوس بعد في النهايه يعني بنعرف ساعتها ان اتريوس عايز يدور على جنسه الاصلي وهو جنس العمالقه. فاتريوس الاول بيخشوا مع هما الاثنين مع بعض مع مساعده كذا واحد مثلا من قوات القدر والحاجات دي كلها في معركه في اسجارد. وطبعا كريتوس تخش معركه في اسجارد ضد اودين ذات نفسه، لازم كمان تعلم بوق الحرب. وما تنساش اساسا ان اصلا اودن كان كل شويه بيحاول يخطف اتريوس، بمعنى اللي هو بيحاول يروضه، بيحاول يخليه يتابع عنده. تاخد بالك انت؟ خداع من ادوات الملك العظيم. فساعتها بيعمل كريتوس بينفخ في بوق الحرب، وحرفيا بيبدا الحرب، وحرفيا بينتصر في الحرب ديت، لان كان في نبوة بتقول ان هو كريتوس هيموت في الحرب دي على ايد ثور، لكن هو فعلا مات. كريتوس القديم، كريتوس اليوناني مش الاسكندنافي. وهنا كريتوس اليوناني خلاص مات، وكريتوس الاسكندنافي لسه عايش. وهو بينتصر في الحرب ديت وخلاص بيخلصوا الحرب. ساعتها كريتوس بيقول لاتريوس، بيقابل اتريوس بيقول له كل واحد بيمشي بنبنه في طريق، هتبني الشبكه بتاعتي والشبكه هاخد الشبكه والذهب بتاعي وخد العفش بتاعك. تمام، وكل واحد بيخش من طريق. لما كل واحد يمشي من طريق بقى ساعتها بيبدا الاضافه الجديده، هو تقريبا اخر اجزاء جاد اوف وور، واللي هي جاد اوف وور فالهالا. في اضافه فالهالا دي كريتوس ساعتها بيواجه فالهالا ديت عشان تعرفها، هو مكان الجحيم بتاع المحاربين. تقريبا كل الميثولوجيات كلها اتفقت ان فالهالا ده مكان الجحيم بتاع المحاربين، بس ده بس باختصار شديد. فعندك بقى بعدها ان جاد اوف وور اللي هو كريتوس ساعتها بيخش المكان ده، وحرفيا بكل شويه بيروح يتاذى ويروح يتعارك يتعارك ويرجع تاني، يرجع ويتعارك يتاذى ويرجع تاني، وحرفيا في دايره مغلقه ما بتخلص. وطبعا بيقابل تيرا ده كان بيقابله قبل كده في اسجارد، اللي هو ملك الحرب ولكن في اسكندنافيه. تقول لي كريتوس ملك الحرب، ولا كريتوس ملك الحرب، ولكن ده في اليونان، لكن ده في الاسكندنافيه. تمام، واصلا كريتوس ليه لقب تاني واللي هو شبح سبارتا، اوجاستو في سبارتا. تمام، فساعتها بيخش، وكل مره بيخش يعرف يقابل الوحش جديد، يعرف عن نفسه اكتر، يقابل البوس جديد يقابل عن نفسه اكتر، يقابل بوس جديد يعرف عن نفسه اكتر. عارفين كل مره بيخش على الدرس ما بيقولوش غير الكلمتين دولت. يلا يا ياسر سامع. وفي الاخر بيروح يهزم او يروح يقابل نفسه القديم اللي هو كريتوس اليوناني، وساعتها بيقعد يقول له ان هو يعني ما يستحقش كل حاجه، وان هو خسر كل حاجه والحاجات دي كلها. عشان كده ناس كتير لعبت جاد اوف وور ملت، داخل مستنيين اكشن سريع ورتم هاك اند سلاش مجنون. قال له بس اللعبه بطيئه وثقيله وتعزز الصبر وقصه وانا مش ناقص. فحرفيا ده كان منظر الناس يعني ساعتها. فهنا جود اوف وور هي قصه راجل بيحاول يكون انسان قبل ما يكون ملك، ولو جربت اللعبه من القتال هيفضل قدامك عمل فني متكامل عن الابوه والتكفير عن الذنب. لو لعبتش القتال بس انت مش هتشوف اللعبه حلو، مش هتشوف حاجه خالص. تفهم ساعتها ان اللعبه ديت مش ضد وحوش لكن ضد الغضب والوحش اللي جواك. وانت ايه رايك في الجاد اوف وور، وان اللعبه زي دي مش اكشن؟ وبس مش تنسوا اللايك والسبسكرايب، ورمضان كريم عليكم، وبس سلام.